صباح 4/1/2024 طلعونا من بيوتنا. مرحبا معكم سجا من قطاع غزة. اليوم قررت أصور هذا الفيديو رغم الظروف السيئة اللي احنا عم بنمر فيها والظروف الصعبة. طبعا زي ما بتعرفوا ما في كهرباء ولا في انترنت في قطاع غزة، ولكن اليوم قررت أصور هذا الفيديو رغم الظروف الصعبة، أنه كتير ناس طلبت مني أن أصور هذا الفيديو وأحكي لكم قصة نزوحي من قطاع غزة. لا، في قطاع غزة فنانة مشاركة بالفيديو. المهم طبعا بصور على السطح لأنه ما في إضاءة نصور في البيت، فعشان هيك أنا على السطح، في صوت برا ما عليكم ما تهتموا. المهم اليوم قررت أصور هذا الفيديو رغم إنه أنا بحب أشارك الجانب الإيجابي والحلو من حياتي، ولكن حابة أوصل هذا الفيديو على القناة برضه والناس تشوف معاناتنا. طبعا في 4/1/2024 طلعونا من بيوتنا. طبعا إحنا في مخيم المغازي للي ما بيعرف. طبعا في قطاع غزة في عنا الشمال والجنوب والوسطى. طبعا أنا من الوسطى. هلا يا جماعة انتوا عارفين ان اهل الشمال طالعين من بيوتهم من اول شهر بلش فيه الحرب، يعني من 7 اكتوبر. طبعا طلعوهم بلشوا شوي شوية يهجروا في الناس. تمام، خلينا نروح على 7 اكتوبر. 7 اكتوبر كنا زي اي ناس رايحين ننام ونصحى الصبح نكمل حياتنا عادي ونروح على المدارس والجامعات ونكمل حياتنا. صحينا الساعة 6:30، يعني ما بنعرف ايش قاعد بيصير، قلبت الحياة مرة واحدة. فالساعة 6:30 في 7 اكتوبر اعلنوا في حرب في قطاع غزة. طبعا ما كنا مجهزين حالنا لهيك اشي. المهم من 7 اكتوبر لحد هذا اليوم واحنا مش شايفين الخير بالمرة، لانه حياتنا انقلبت وما توقعنا انه كل اشي قبل 7 اكتوبر يصير زي كده. ففي 7 اكتوبر بلش الحرب. للعلم أنا كنت مسافرة من 17/9 ل 4/10 كنت مسافرة، يعني أنا ما كنت في غزة. بعد ما إجيت على غزة بيومين بلشت الحرب. تمام، فشهر 10 و11 و12 بلشوا يطلعوا أهل الشمال للجنوب وللوسطى. المهم في 4/1/2024 صحينا الصبح لقينا كل المخيم قالب من أصوات وصراخ ويعني تدمير بشكل كتير كبير. فصحينا بيحكوا الناس دخلوا علينا، فما بدنا نحكي الأسماء وما بدنا نحكي أشياء بتخالف الفيديو عشان ما ينحكى. فحكوا لنا إنه لازم نطلع من بيوتنا، يعني إحنا لا مجهزين حالنا، لا رموا مناشير، لا حكوا لنا قبل بأسبوع لازم تطلع من المخيم لأنه منطقة حمراء، لا. صحينا الصبح طلعونا من بيوتنا، فاضطرينا نطلع. فلو أننا نطلع يا للدير يا لرفح، لأنه هم المنطقتين اللي بيحكوا عنها منطقة آمنة. وزي ما بتعرفوا إنه أغلب الأخبار بتحكي عن دير البلح ورفح، بطلوا مناطق آمنة، أو بالأصح ولا مكان في قطاع غزة آمن. المهم 4/1 طلعنا ونزحنا على رفح. عشنا أسبوعين في خيمة لأنه ما إلنا معارف في رفح، فاضطرينا إنه نعيش في خيمة. جماعة ما أحكي لكم عن عيشة الخيمة، طبعا هي مش مكان أبدا للعيش فيه، بس رغم هيك الحمد لله إنه مكان مستور. تمام، فعشنا بالخيمة تقريبا أسبوعين من معاناة، يعني مرمطة ما بقدر أحكي لكم إياها. يعني إحنا في قطاع غزة قد ما نحاول نظهر للناس أو قد ما نحاول نصور ما بنقدر لو 1% إن نورجيكم المعاناة اللي إحنا فعليا بنعيشها. فعشنا أسبوعين بالخيمة والحمد لله. أول ما عرفنا انسحابهم من مخيمنا رجعنا على البيت. فأول ما دخلنا المخيم طبعا كان دخولنا مخاطرة، لأنه يعني ما لهمش كم يوم منسحبين. فأهلي قرروا الرجوع للمخيم. فأول ما دخلنا حارتنا مدينة أشباح فعليا، يمكن إحنا أول ناس رجعنا على الحارة، وفعليا أول ناس لأنه ما كان في حدا. ولما دخلنا كان بس صوت عصافير في المخيم، فكانت يعني عن جد المخيم مدينة أشباح. فرجعنا لقينا كمية تدمير بالمخيم مش طبيعية، وكان يعني عن جد تدمير، يعني عاملين البدع في المخيم. فرجعنا رغم انه كان لسه خطر المخيم، فرجعنا على بيتنا
والحمد لله إنه لسه بيتنا واقف. طبعا أي حد في قطاع غزة بيته واقف ولسه موجود كأنه ملك الدنيا الصراحة. فالحمد لله رجعنا على البيت. رغم هيك بيتنا كتير في أضرار، ولكن الحمد لله إنه لسه يعني بنقدر نعيش فيه. فبيتنا في 3 طوابق، طابقين وسطح، فمش 3 2 وسطح. المهم فعندنا طابق ضيافة وطابق إلنا وسطح. السطح هذا فيه غرفتين، في واحدة منهم اتدمرت لأنه داخلة على الغرفة من فعلهم، فدمر الأسبس تاعها، وكذلك المكيف الموجود، المروحة تاعت المكيف الموجودة في الأوضة اللي بالغرفة اللي كانت على السطح، ففعليا كمان اتدمر المكيف. كمان عندنا غرفة انحرقت، عندنا بلاط البيت كيف يعني تكسر ما بعرف، وشبابيك في البيت متكسرة، يعني في كتير أضرار في البيت، ولكن الحمد لله إنه لسه بنقدر نعيش فيه ونكمل حياتنا فيه. وبعد الحرب بصير إشي تاني وبنعمل الأشياء اللي صارت. تمام. فقعدنا تقريبا أسبوع في بيتنا. بعدها اضطرينا نطلع من المخيم لأنه كانت ليلة كتير مرعبة، فاضطرينا تاني يوم نصحى ونطلع من المخيم. فهاي المرة نزحنا على بيت سيدو، لأنه كانت منطقة بيت سيدو منيح إنه كل الناس ترجع على المخيم والمسيرات، فالناس رجعت وبيت سيدي رجعوا، فاضطرينا ننزح على بيت سيدو. قعدنا في بيت سيدو تقريبا 3 أيام، وبعدها رجعنا للمخيم. لما رجعنا للمخيم كان كل الناس موجودة فيها، أغلب المخيم راجع، فرجعنا على المخيم لأنه كان الوضع كتير منيح بعد 3 أيام. فرجعنا على بيتنا، ولحتى الآن موجودين في بيتنا، ولكن الإشي كتير خايفين منه إنه هالآية يقولوا لنا ننزح كمان مرة، يا رب ما يكتب علينا، لأنه ما زال مخيمنا منطقة حمراء، فإحنا خايفين ننزح كمان مرة، ويا رب ما يكتب علينا نزوح وتوقف هاي الحرب على طول. فبس هذا كانت قصتي مع النزوح. خلينا نيجي لواقع قطاع غزة، للمعاناة اللي عم بعيشها شعبي. زي ما بتعرفوا إنه أهل الشمال فيها 700,000 مواطن ما طلع من بيته ولا أرض، فهدول 700,000 كل يوم بيموتوا من الجوع. كتير أطفال عم نسمع على الأخبار إنهم بيموتوا من الجوع، وما حدش متحرك من إنه يقدر يدخل هاي المساعدات لإلهم. فهاي معاناة يعني بشكل عام، مش بس أهل الشمال اللي حيموتوا من الجوع، برضو كل قطاع غزة حيموت من الجوع، لأنه المساعدات اللي عم تدخل لإلنا في قطاع غزة عم بيتم بيعها في قطاع غزة بأسعار كتير خيالية. وطبعا زي ما بتعرف إنه ما في دخل على قطاع غزة، ما في مشاريع، ما في أي دخل عنا، فكل شيء تدمر. فالأسعار كتير غالية في قطاع غزة بشكل عام، فما بنعرف إيش حيصير كمان في شهر رمضان، الأسعار كيف تصير. فبنتمنى إنه أزمة الأسعار إنه أهل الاختصاص يشوف. ففعليا الوضع بيزيد كارثة في قطاع غزة وبيزداد سوء، فبنتمنى إنه هاي الحرب تخلص برمضان، لأنه لو أجل رمضان والحرب لسه مستمرة فعليا مش عارفين كيف حنكمل، وأغلبنا حنموت من الجوع، خصوصا إنه رمضان وحرب، لأنه الأسعار كتير خيالية وما في مواد غذائية تدخل للقطاع، المحلات كلها مسكرة والبضائع ما بتدخل. ففعليا رمضان لازم يكون الحرب واقفة فيها، فبنتمنى إنه الحرب تكون واقفة. فبس هاي قصتي مع النزوح، وكمان قصة قطاع غزة اللي كل يوم عم بيتعرضوا لنزوح، عم بيتعرضوا لتدمير. إن شاء الله هاي الحرب بنتمنى دعواتكم، وإن شاء الله بشوفكم فيديو أحسن من هيك، وإن شاء الله بصور لكم فيديوهات أحلى، وتكون قطاع غزة بدون حرب وراجعة لحياتها. فبس اللي حاب أحكي إنه اشتقنا كتير لحياتنا، واشتقنا لغزة بشكل عام. فبس إن شاء الله بشوفكم بفيديو تاني وتكون الأوضاع أحسن.